السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم البنات جبت لكم واحد السلطة رائعة بالفلفلة والدنجال، وكتجيب واحد الصوص رائع رائع البنات. نتمنى أنكم تجربوها، ولا عجبتكم كيف العادة ما تنسونيش من اللايك ديالكم ومن البصمة ديالكم الرائعة ومن التعليق ديالكم المحفزة. إلا بغيتوا تعرفوا كيفية التحضير يلا معنا وتفرجوا حتى الاخر. انا هنا خديت الفلفله خضراء وحمراء وصفراء، نتوما على حسب اللي عندكم، غير باش كتعطي هذيك الالوان كتجي زوينه. ودنجله وحده كديروا نتوما على القدر اللي بغيتو، وكنستفوهم في اللاطه بهذه الطريقه هذه، وكنرشوا عليهم داك الرشيشه ديال زيت العود باش كتعطي واحد النكهه زوينه فاش كيدخلوا للفران وكيتشواو. المهم غنشعلوا عليهم الفران الفوق والتحت، ما غنخليهمش بزاف، غير شويه، غير على بال ما تخفاف ان شاء الله. كما قلت لكم غنشعلوا عليه من الفوق والتحت، وغادي نرجع معكم باش غادي نصايبوا الشرموله اللي غادي نرافقوها مع هاد الدنجل والفلفله. خليكم معايا ما تمشيوش بعيد. بالنسبه للشرموله اللي غادي نرافقوا مع هذاك الدنجل والفلفله، كناخذوا قبطه ديال الربيع كنقطعوها غير هكا بيدينا، غديروها في هذا الهاشوار هذا، وكنديروا معلقه كبيره ديال الكمون. انا حيت كانت عندي غير معلقه صغيره تما درت في جوج، غديروا معلقه كبيره ديال الكمون، وناخذوا شويه ديال الملح كيبقى على حسب الذوق. ما نكثروش الملح بزاف لانه عندنا الحامض غنديروا حامض مصير فهو مالح، بلا ما نكثروا الملحه. اللي ما بغاش يديرها فبلاش، بالنسبه كتبقى على حسب الذوق. من بعد كناخذوا واحد الراس ديال الثومه منقي وكنزيدوا عليها، وغادي نقطعوا هذيك الحامضه المصيره. هاد الصوص البنات كيجي رائع، غير جربوه ما غاديش تندموا عليه، غادي يعطيها واحد النكهه واعره لهذيك الفلفله والدنجال. المهم من بعد غادي نزيدوا عليها الهريسه واحد معلقه ونص، بالنسبه اللي كيبغي الحار يزيد اكثر. وهاد الهريسه ريحتها مجهده واعره ديال المغرب، يلاه كانت جاتنا الهريسه ديال المغرب لا يعلى عليها الصراحه. المهم غنميكسيو هادشي كامل وغنرجعوا لكم. الفلفله والدنجال من بعد ما تشواو لينا ما كنخليهمش كيطيبوا بزاف، غير داك شويه كيدبلوا وكنخرجوهم. هذه الشرموله من بعد ما طحناها غادي نزيدوا عليها تقريبا واحد معلقه او جوج معلقات ديال زيت العود، كنزيدوها عليها. ومن بعد غادي نحطوا هذيك الدنجال والفلفله ونحطوها في هذيك الشرموله، وغادي نخلطوهم تدخل فيها هذيك الشرموله مزيان. ما باقا سخونه، ما قديتش نهزها بيديا صافي. كيف ما قلت لكم غادي نهزوها وغادي ندخلوا فيها مزيان هذيك الشرموله صافي. وممكن كديروها كمقبلات، يعني كديروها مع تحطوها مع زعلوك، تحطوها مع اي حاجه بغيتو، كتجي سلطه فعلا زوينه. جربوها ما غاديش تندموا عليها، ما كتاخذش الوقت بزاف وما فيهاش المكونات بزاف، وكتجي لذيذه صدقوني، كتجي لذيذه بزاف. كندخلوا هذاك الشرموله مزيان في هذاك الدنجال والفلفله، كندخلوها فيها مزيان عرفتي. وما نعاودش لكم على ريحه الهريسه، الريحه واعره. انا كنحرك وديك الريحه كتطلع معايا ما باقا جديده، ريحتها غزاله غزاله غزاله، كتشهي البنات والله الا ريحتها كتشهي ما شاء الله. وهذه هي الوصفه ديالنا، نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. غير جربوها كيف ما قلت لكم ما غتندموش عليها. كتاكلوا منها القدر اللي بغيتو، والباقي كيبقى في الثلاجه حتى لسيمانه كاع، ما كتخسر ما والو. ونتمنى انكم ما تنسونيش من التعاليق ديالكم زوينه. وهنا كيسالي الفيديو ديالنا، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر ووصفه جديده. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم في رعايه الله وحفظه.